السلام عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حبايب قلبي، كل عام وانتم طيبين، وإن شاء الله تكون الأيام اللي جاية أيام خير بإذن الله. كل عام وأنتم بألف خير. حبايبي، في كام نقطة كده بدي أتكلم معاك فيها بس كده. طبعا عشان نكون متفقين، أي واحد بيسمعني، أنا قبل كده قلت أنا راجل مش إعلامي ولا يوتيوبر، بس أنا اتخنقت، ربيت وعملت قناة وبتكلم فيها وبفضفض مع الناس. اللي شايفه من هموم الناس بالكوره، يعني من ناحيه الكوره، انا ما بفهمش الا بالكوره. كلمني بالكوره اكلمك بالكوره. فهي الكوره الحاجه الوحيده اللي بقيت لنا. مثلا انا بالنسبه لي، مثلا انا الكوره دي وانا صغير دمرت حياتي وخلاص وحياتنا. فهي الكوره دي ايه؟ يعني الحاجه الوحيده اللي فيها نيجي ساعتين زمان كده بنتمتع. ان كنت انت اهلاوي، ان كنت زملكاوي، ان كنت يعني انا زملكاوي، راجل زملكاوي بحب ماتش الزمالك. احضر ساعه ونص كده اتمتع كده. اتغلب الزمالك، حزننا، كسب هنفرح وكده يعني. فيا سيدي، تخش على اليوتيوب وتخش على مصر شفا، لقيت الدنيا بايظه 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 بايظه، كذب اكذب اكذب اكذب. والمشكله اللي بيستخفوا بعقول الناس. انت ما تستخفش بعقول الناس. بدايه حبيبي كده، بكلم الاستاذ الاسطوره، اسطوره الاساطير، النجم، نجم النجوم، نمبر 1، نجم الجماهير، الاستاذ ابو المعاطي. الاستاذ ابو المعاطي مره قال كده: انا بدي لك اي حاجه بدليل. وقلت اي واحد بيلاقيني بتكلم كلمه فيها مبالغه او كذب يكتب لي يقول لي انت انسان كذاب. اولا الاستاذ ابو المعاطي قبل كده طلع وقال انه ابوه لامام عاشور بيطلع بيفضح عقود اللعيبه بتاعت الاهلي، وفضح اللعيبه وفضح. تمام. انت يا استاذ ابو المعاطي كل 3 ساعات بالظبط، والناس مسكت لك اللي هي وغير التعليقات عندك، كل 3 ساعات تطلع بتعمل فيديو بث مباشر، بث مباشر، وابصر مين، وتجيب بتحط العنوان بصريح وتخش. يا اخي، يا اخي اتق الله، يا اخي، يا اخي اتق الله يا راجل، يا راجل اتقي الله. وبتجيب اخبار مغلوطه وبتحط من هنا وبتحط من هنا. ومره قلت ادبك قلت الزمالك ما عرفش يربي امام عاشور، وعرفت ارد عليك صح انا يوميها. فيا اخي انت بتجيب الكلام ده منين؟ بعدين يا اخي فين؟ انا بستغرب، انت بتحسسني، والله انت حسستني انك ابن خالته لمحمود الخطيب. ده الكابتن محمود الخطيب ده بيبو، انا ابن خالته. مش عارف، انا محسسني انك انت، يا راجل ده اسامه حسني، الكابتن اسامه حسني اللي هو نسيب ومخ بنته، ما بتكلمش كده، ما تكلمش على الاهلي. يا راجل انت بتحسسني انك انت بتكون قاعد معهم، واصله جاب اللاعب الفلاني وقعد مع اللاعب الفلاني وقال له كده، والمدرب قال له خد شمال يا راجل منين بتجيب الكلام ده؟ يعني انت بتستخف بعقول الناس؟ يا راجل عيب، يا راجل عيب، اقسم بالله عيب. ايه الكلام ده؟ كلام لا يعقل. يقول لك الراجل بيقول لك قال كنت رايح يا راجل بمكه عند النبي، قال بيقول لك داخل على الوزير قال له بزقه بكتفه كده، قال له خد يا اسطوره. الوزير قال لك يا اسطوره؟ وزير الرياضه قال لك يا اسطوره؟ ما اعرفش والله، ما انا عارف مين الاسطوره، انت ولا وزير الرياضه؟ تبقى غريبه لو يعني بامانه، لو اي ما يعرفش مين هو انت، يعني مين هو؟ انا هو وزير الرياضه اللي بتقصده انت؟ ممكن وزير رياضه مثلا وزير رياضه بالسعوديه اللي قال لك يا اسطوره، ولا مصري؟ بس انت قلت مصري. ما اعرفش اشرف صبحي اللي فات ولا وزير الرياضه اللي جه ده، مش عارف اسمه. اسمه ايه اللي جه لاعب كره اليد؟ جوهر نبيل والله ما انا عارف. نبيل جوهر اللي اتحط وزير، الله اعلم، لا نبيل جوهر لا اما الثاني اشرف صبحي. تمام. ف ارحمنا، ارحمنا يا رجل. ايه ده؟ مفيش حد بالاهلي يا جدعان. يا جدعان اداره الاهلي، في الاهلي ده زمان والله، الاهلي ده كنا نتمنى، انا كزملكاوي كنا نتمنى نسمع خبر على الاهلي، خبر، نتنشأ كده عشان نشم خبر على الاهلي. دلوقتي اقسم بالله الاهلي غسيل الوسخ كله بالشارع، غسيل الوسخ كله منشور، عود لعيبه باينه، والدنيا اللي حصلت غرفه اللبس
بقى يتنشر وكله بقى يتنشر. تمام. فالحمد لله بالفضل بيرجع ليكم، لانه هي كلها ده صحفي وده صحفي وبيعملوها سبق. انت فاهم؟ حتى لو كذب يقول له خبر ماشي، مين اللي اذيع؟ انا قبل اسلام صادق، كده يعني. ويحارب انت متحامل على ابراهيم فايق. ما كلنا بنخطأ يعني، كلنا بنخطأ. ماشي، ما ابراهيم فايق برضه ليه اخطاء، بس مش كده التحامل، مش كده يعني. برضه بيعمل حاجات كتير حلوه ابراهيم فايق، وبيتكلم حلو وبيتكلم علم. متحامل على برنامج ابراهيم فايق، متحامل على اسلام صادق. طب انت يا عم يكون 30% من مصداقيه اسلام صادق، خليك انت تكون ب 30% من مصداقيه اسلام صادق. اتحداك، اتحداك برهان، وبتقول ان اسلام صادق زملكاوي، اثبت قدام الناس كلها اذا اسلام صادق زملكاوي. اسلام صادق زملكاوي ولا اهلاوي. بس هو حبيبي ايه اللي بيحصل؟ انا بقول لك ايه اللي بيحصل. اسلام صادق بيلسع، فاهم كيف؟ ان كان اهلي ان كان زمالك بيلسع، بقول الحق. فبتلاقي الكل بيحاربه. فانت دايما كانسان كده شغل مخك كانسان عاقل، اينما حيث تذهب السهام فاعرف انه الحق. حيث توجه السهام فاعرف انه الحق. على طول كده ثقه، خذها ثقه. فحبيبي تمام، قلنا اتكلمنا عن الاستاذ حسام المندوب، وتكلمنا عن سياده الوزير اما قال ابو المعاطي، الاستاذ ابو المعاطي عفوا، الاستاذ ابو المعاطي بيقول لك 36 سنه صحافه. تمام. اما قال له يا اسطوره، فواحد بيقول له بالتعليق، هو اللي بيقرا التعليق. انا قريت التعليقات. انت بتقرا التعليقات يا كابتن ابو المعاطي؟ عندك بتقرا التعليقات يا راجل؟ ده انا قريت التعليقات. ايه ده؟ ايه ده؟ اقسم بالله لو انا يا عم، لا اقفل لا اقفل الصفحه، واقفل الفيسبوك كمان. ايه رايك؟ ايه ده يا عم؟ ايه كميه؟ يا انت بشوف كميه التعليقات قلت لك ايه؟ كميه افتح كده اجيب لك انا كميه التعليقات. اقرا كميه التعليقات تقول ايه. واحد قال بيقول لك بالتعليق، بيقول له يا اسطوره انت ما بتجيبش الكابتن محمود الخطيب معاك بودكاست ليه؟ قال له الكابتن الخطيب ما بيطلعش اعلام وافصاليه والكلام ده. وبعدين الكابتن الخطيب اسطوره وانا اسطوره، فاليوتيوب هيفرقع. ايه خفه الدم دي؟ يا سلام، ايه خفه الدم دي يا اخي؟ يا راجل، يا راجل، ده انت عملت بودكاست، عملت بودكاست مع ميدو اتوقف اعلاميا. عملت بودكاست مع عمرو زكي اتحبس الواد تاني يوم بالمطار. عملت دلوقتي مع حسن مصطفى، ربنا يستر على حسن مصطفى، وربنا يستر على الحاج محمد عبد الوهاب اللي كنت عامل معاه لقاء. ربنا يستر عليهم. يعني ادمك اخضر بالصلاه على النبي. ربنا يستر على الكابتن حسن مصطفى، تنشوف ايه اللي هيحصل معاه. يا راجل ايه ده يا راجل؟ يا راجل كده باللي انت يا راجل يا راجل اقسم بالله سي ان ان ما بتطلع اخبار قدك. السي ان ان ما بتطلع اخبار قدك. في ايه يا راجل؟ كنت ثلاث ساعات مباشر 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 مباشر. في ايه يا جدعان؟ وشتايم شتايم، الناس نزلت لك شتايم وتعليقات، وتقول لك مطبلاتي وتقول لك ابصر ايه التعليقات يا راجل؟ يا راجل عيالك ما بيقولوش التعليقات دي؟ عيالك ما بيقولوش التعليقات؟ انت ايه يا عم؟ في خف يا جدع، خف يا جدع، خف على الناس. الناس فيها اللي كافيها يا جدعان. لا تطلع تقول كلمة حق لما تقول يا عم. وسيبنا يا عم، والله احنا بايام مفترجة والله العظيم. وبعدين يا جدعان معلش، في لفتة انتباه بس، انا اسف لو تأخرت عليكم. لفتة انتباه كده بسيطة. من زمان واحنا بنقول برنامج رامز جلال ده متفق عليه. بيروحوا بيصوروا هاي باعترافهم، يقول لك لعيبة الاهلي راحت ولعيبة الزمالك وكله. يا جدعان، يا جدعان ما تخلوش حد يستخف بعقولكم. احنا هنعمل زي الشعب الامريكي. الشعب الامريكي كان يحضر بيحضر المصارعه دي، وعارفها فيك يعني المصارعه معروفه تمثيليه يعني. وبروح يحضر، بس الشعب الامريكي ده فاضي. بروح بيرفض عن نفسه وعارف انهم كذابين، ورايح على المصارعه وبيحضرها. احنا هنعمل زي كده. ويجي رامز جلال بيكون واحد لسه مصلي المغرب بايام مفترضه، ويروحوا مشغلين لك يوم الناس على ايه يا جدعان؟ يا جدعان شويه وعي كده. عاوزين نوعى كده ونكون ونرسخ كده ونعرف الدنيا ماشيه فين. وان شاء الله اتمنى النهارده فوز الزمالك على سموحه باذن الله. يا رب اتمنى فوز الزمالك على سموحه يا رب. باذن الله الزمالك قادم باذن الله
بس يبعدوا عنا الاداره، احنا مش عاوزين حاجه من الاداره. وبقول كابتن حسام المندوه، قال لك في حاجات حلوه جايه للجميع. يا عم احنا ما بدناش منكم، مش عاوزين منكم حاجه. كفى. احنا مش عاوزين منكم حاجه. احنا عاوزينكم تسيبوا اللعيبه دي مع الكابتن معتمد جمال، وادوا لهم حقوقهم بس، وادوا لهم حقوقهم، وسيبوه على الله. ما يجي لنا بقى الراجل يصلح انه يكون لنادي الزمالك، يصلح ويكون على قد مسؤوليه. احنا مش عاوزين متزملكين، احنا عاوزين زملكاويه مش متزملكين. انتوا متزملكين تتمسحوا بالزمالك، الزمالك بريء منكم يا جدعان. يا جدعان الكابتن اللي ورايا ده حسن مصطفى، كابتن حسن مصطفى، الراجل مؤدب لف 11 نادي. يقول لك ايه؟ بيقول لك اعظم ما بالزمالك جمهوره. يا جدعان اصحابي جمهور الاهلي، جماهير الاهلي اصحابي، وقولوا له اقسم بالله احنا بنحسب جماهير الزمالك. ايه ده؟ ايه جمهور الزمالك ده؟ العالم كله يقول لك ايه جمهور الزمالك ده؟ يا راجل انتوا هتشطبوا علينا، انتوا هتخلصوا علينا. جمهور الزمالك صار عنده تلتينه عنده ضغط وسكر. يا جدع ارحلوا الله يا جدعان احنا بقينا مفترض، ارحلوا ارحلوا ارحلوا، سيبوا نادي الزمالك، سيبوا يا جدع. الراجل مناسب المكان مناسب. كفايه كده، كفايه دمرتونا، الله يخرب بيتكم. وحبيبي معلش اسف اني طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم طيبين. وحبيبي يا نجم.